إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. سلام سلام، نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين يا رب العالمين. اليوم البنات جبت لكم وصفة اقتصادية وبنينة بزاف بزاف بزاف. قبل ما نبدأ في القناة حبيت نقول هنا زميلة ليا في القناة، ماشي زميلة يعني مشتركة عندي في القناة. نقول لها ربي يرحم يماك ويوسع عليها ويسكنها فسيح جناته يا رب، ويعطيك الصبر ان شاء الله يا ربي. وهذا هو كاس يشربوا منه قاع الناس، لازم الصبر وخلاص. البنات على بركة الله راح نبداو في الوصفة تاعنا. واش عندنا بصل وجزر. بصلة نحيت منها شوية باش نديرها في البولات اللي راح نديرهم. عندي جلبانة وعندي قرنون. هذه الوصفة كما يقولوا لا باز ديالها هي القرنون. هذا القرنون واش درت؟ نقيته ومسحته بالقارص وفورته، ما درتلو لا ملح لا والو، فورته من 10 دقائق يكون واجد. وعندي روز، معدنوس، كركم، فلفل كحل، حبة بيض وملح. هذا ما كان. هذه الوصفة صدقوني البنات رائعة رائعة. اول حاجة راح ندير في الطنجرة تاعي شوية سمن، ولا عندكم مارغرين ولا زبدة، ولا ما عندكمش كاع ديروا الزيت وحده. راح نضيف له شوية زيت. اللي مرت على قناتي صدفة نتمنى تشترك وتفعل الجرس وديروا لي جام وتعليق محفز. وشكرا كامل البنات على التعليقات ديالكم. هكذا نخلي السمن يذوب لي شويه. هنا البنات انا عندي لاكاس تاع الدجاج كما يقولوا، هذاك الصدر كنا نديزوسيه من بعضو هكا، نخلي هذو العظام انايا نبنن بهم المرقات ديالي. واللي عندها امراق واللي عندها طرف دجاج تحط، كل قدير وقدرو. فوالا دوك راح نروحوا للبولات هذوك. واش راح نديروا فيهم البنات؟ شوفوا راح نلبزهم، حنا نقولوا هكذا نلبزهم بالفرشيطه. بريد نتمي تلبزو بالفرشيطه، ما ديروا لا ميكسور لا اشواغ، باسكو كان ديروهم يطلق لكم الماء بزاف وما تقدروش من بعد تشكلوا الكرات ديالكم. فوالا شوفوا بالفرشيطه لبستوها هكذايا. دوك راح نزيد له الدجاج والبصل، بصل شويه نقول لكم قيس ملعقه تاع اكل هكذاك. والدجاج هنايا ديت 4 صدر، 4 صدر تخرج كميه الله يبارك. وانتم تزيدوا على حسب عدد افراد العائله تاعكم. فوالا انا دوك حنزيد نحط الرز مغلي بيان سور والبيرسيل عفوا المعدنوس، هكذا باش يفهموني كامل. المعدنوس هكذا نخلطهم مليح. وهنا في المقادير البنات ما قلت لكمش مو غرفه فارينه، هكذا نخلطهم. اطفال غدوه ان شاء الله ماما راح يبداو في الاختبارات، نقول لهم ربي ينجحهم ويوفقهم وان شاء الله يجيهم ساهل يا رب العالمين. نقول لهم راجعوا وقراو الادعيه كي تجوا خارجين الصباح. امهات علموا ولادكم يقراو الادعيه والاذكار مع الصباح ملاح. هنا البنات حنحط صفار بيض، ما تحطوش بيضه كامله، ما ممكن تكون كميه كبيره ما تحطوش البيضه كامله، بداو تحطوا بشويه وشوفوا تجروهاش عشان ما تجيكمش جاريه. وكل ما تزيدوا مكون خلطوا هكذا البنات. ودوك راح نزيد، واش راح نزيد ما على باليش ايزي بيس حطيت الكركم وفلفل اسود، ما فيهاش لي زيبيس بزاف هذه الوصفه. هذه سورتو اللي ما يحبوش ياكلوا القرنون ونيتو مليحه عليهم هكا ما يفيقولوش كامل. انا الزوج تاعي كي جا عطيت له داق، باسكو انا اول مره نديرها ما نكذبش عليكم البنات. عطيت له داق كلا هكذايا قال لي حاجه بنينه بصح ما عرفتهاش وشنوها جربوها. هاي المغرف تاع الفرينه. علاش درنا الفرينه البنات؟ درناها باش تشرب لنا السوائل تاع البصل والقرنون.
هكذا، ونخلطو ونخلوه في جهة. هنايا بعد ما يتقلى لي الدجاج نروح نضيف له البصل والجزر ونخلوه البنات يتقلى مليح مليح. بس كيما نقول لكم دائما، والله سر البنه راهو في التقليه. الزغلي والما يغلي والله تحطي لها واش تحطي لها ما تجيش بنينه. الصح كاع راهو في التقليه، لازم يتقلى مليح باش من بعد البنات كي تمرقوا لاصوص تاعكم تجيكم خاطره شابه عندها وجهها، وزيد تجيكم صافيه، ما تجيكوش هذاك البصل يبان هكاك كيفاش يقولوا محبحب هكاك طرف طرف. لازم تقليو القدرة تاعكم، نقصوا لها النار وخلوها تقلى بعقلها. كي تشوفوا البصل هذاك داب وتبدل اللون ديالو شويه راح للصفوريه، ثم مرقوا البنات وتجيكم الماكله عسل. راح نحط لي زيبيس كيما حطيت في لي بولات، راح نحط هنايا فلفل الكحل وكركم. انا الكركم ما يخطينيش، ما نكذبش عليكم، لانه ما يقولوا مليح للعظام. علمو ماشي نعلمو بون هما ما يعرفوش، مي كما يقولوا سيستعملوا هذو كما يقولوا التوابل اللي ملاح للصحه، كيما الكمون، كيما الزنجبيل، كيما الكركم، كيما الزعتره، هذو كاع ملاح للصحه. انا راح نشكل الفاصولي لي بولات تاعي. شوفوا البنات راح نعطيكم واحد لاستوس هايله، هي بياض البيض. كي تجو ديروا هذو لي بولات ماشي غير قرنون ولا الشوفلور اسمو البطاطا، ولا ديروا يدكم في البيض ومن بعد دوروا لي بولات ديالكم، منها ما يلصق لكمش في يدكم، ومنها يعطيكم واحد الاحمرار شباب في القلي، يعني كي تقلوه يجيكم واحد لا كولور تجيكم شابه. انا البنات كي تقلى لي البصل تاعي مليح حطيت الجلبانه والمرق هكذا، ومن بعد نقوي لها النار ترفد الغليه. كي تغلي نقص لها النار وخليها طيب بعقلها. وانا نحب ندير هذا الغطاء تاع الطين باش توني طيب به بزاف من مره. علاش؟ يخلي الماكله طيب لكم تم باسكو علاش يشد الحراره هكذا. حنا البنات بعد ما قليتهم شوفوا هذاك اللون الشباب، هذيك الحموريه شابه بزاف. هذيك علاش هذاك البيض يعطي لها هذا الوجه. شوفوا شحال شابه الله يبارك، وبنه روعه روعه. هكذا تقدروا تاكلوهم هكذا وحدهم، اللي يحب يقلي معاهم شويه بطاطا شويه شلاضه، ديروا التوميه معاهم ولا صوص مايونيز ولا تجيكم روعه روعه روعه. وهنا البنات بعد ما مرقت وطاب لي الطبق ديالي، هاولي كي وجا تشوفوا شحال شباب هذيك لاصوص كيفاش خاطره. درت هذو الوريدات بلي فخيت نورمال، قليت بطاطا قطعتها دوائر وقليتها وشكلتها. كاش راح نزيد نوريها لكم. وهنايا كاين حبات رميتهم داخل القدره، وكاين حبات خليتهم هكذاك. نتمنى ان شاء الله تجربوه، تعطوني رايكم في التعليقات. مع السلامه.